الفترة الأخيرة كلنا بقينا نسمع أخبار قتل وانتحار واغتصاب طلبة وأطفال، وبنسمع أحداث صعبة جدا بتأكد لينا إننا بقينا فعلا في زمن صعب جدا، وإن الناس مبقتش تعرف تفرق ما بين الحلال والحرام. بعد قصة الطفل ياسين سبايدر مان المصري، قرأت امبارح عن تفاصيل واقعة كده حصلت في كلية علوم جامعة الزقازيق مع بنت اسمها روان. تم قتلها أو رميها يعني من الدور الخامس في الكلية قدام الدكاترة والعميد كمان. كان هو أبرز الناس اللي شاركت في الواقعة دي. تعال أحكي لك يا صديقي التفاصيل وأنا بنقلها بناء على التعليقات والبوست اللي شفته، يعني مش بقول حاجة من عندي مثلا وأنا جايبها من عندي، لا أنا هعرض لك الكلام والصور وأنا بحكي عشان تكون معايا في الصورة. الحكاية إن في طالبة اسمها روان تدرس في كلية علوم جامعة الزقازيق، عرفت إن في علاقة ما بين عميد الكلية اللي كل الطلبة بتقول عنه إنه بتاع بنات ونظراته دايما غريبة، وبين طالبة كده في دفعتها تقريبا. فروان قدرت إنها تمسك عليه فيديو واضح ليه، وحسب الكلام اللي قرأته معرفش إزاي قدرت تعمل ده. يمكن الله أعلم حاول معاها هي كمان فمسكت عليه الفيديو ده، والله أعلم كمان إزاي وصل له الخبر إنها ماسكة عليه فيديو. المهم إن البنت دي الله يرحمها على كلام صاحبتها اللي كانت شاهدة معاها كل حاجة، إن في 2 دكاترة رموها من الدور الخامس، وكل الطلبة اتفاجئت بصراخها وهي واقعة. الطلبة حاولت تتصل بالإسعاف وتروح تطمن على البنت، لكن كان الأمن والدكاترة والعميد والوكيل يزعقوا فيهم، وكان كل همهم إن الدم ده يتشال وأكن مفيش أي حاجة حصلت، وأكن البنت ما ماتتش، ويخبوا ويداروا على الحادثة دي اللي حصلت جوه الكلية، وأكنهم كلهم متفقين أو عارفين إن حاجة زي كده هتحصل، وفي نفس الوقت هم ملهمش دعوة، مش عايزين يساعدوا البنت. ووسط ما البنت كانت مرمية وصايحة في دمها، حد يجي كده ياخد شنطتها وموبايلها واختفى، ويتقال عنه يعني إن هو كان العميد. بس بعد محاولات يمكن تلت ساعة أو نص ساعة، الإسعاف جت بعد ما اتصلوا عليها الطلبة، والإسعاف كمان مكانش فيها دكاترة مسعفين يلحقوا حتى البنت. لا والأنيل بقى إنهم مكانوش عايزين عربية تتحرك، والطلبة هم اللي شالوا البنت وحطوها في عربية الإسعاف، وما كانوش عايزين يدخلوها المستشفى إلا بضمان. وكل دي أحداث بتحصل مع البنت وهي غرقانة في دمها، ومحدش بيساعدها غير الطلبة والبنت صاحبتها اللي كانت معاها وشاهدة معاها على كل حاجة. حبسوها في الكلية عشان يهددوها إنها ما تقولش حاجة لأبوها. لأ والكبيرة بقى إن أبوها لما راح سأل عليها في الكلية قالوا إنها مشيت وهي أصلا محبوسة جوه. الواقعة دي من أولها حرام، والتفاصيل كلها حرام في حرام، وتفاصيل الحقيقة ما تخش العقل، وتحس إنه فيلم كده معمول. إحنا مش أكننا في كلية ولا أكننا في مكان دراسة. أصل يعني إيه عميد كلية يعني علاقة ببنت ونظرته دايما غريبة ليهم؟ وإزاي ده أصلا كان مؤهل لحاجة زي كده؟ وبناء على إيه أصلا بقى عميد؟ إزاي دكاترة وعميد ووكيل وإسعاف كله كده مرة واحدة واخدين نفس الموقف، محدش عايز يساعد البنت؟ للدرجة دي خلاص بقينا في زمن مفيهوش مسؤول عنده ضمير ورحمة بالناس، وأرواح الناس دي بقت حاجة عادية خلاص وعايزين يتكتموا عليها. أتمنى إن الواقعة دي متعديش على خير أبدا، وإن حقها يرجع، والظالم والمتهم يتم معاقبته، والفيديو واضح ليه يتم نشره ويتقدم فيه بلاغات عشان يكون عبرة لغيره. الله يرحمك يا روان ويغفر لك ويجعل مأواك الجنة، ويعوضك خير عن اللي حصل معاك في الدنيا دي، انتي وكل طالب بيتعرض للظلم ومات بسبب ده.